مشمولة بالفروقات اللي هم المتقاعدين المستفيدين من التقاعد المدني والتقاعد العسكري. هاي الفئات مشمولة. تعرف مثل ما تحدثنا سابقا أنه الموضوع صار بإرباك بالفترات السابقة. أكو ناس مستحقة لفترات رواتبها كانت مقطوعة، فالحمد لله مثل ما نوهنا متابعة مباشرة وحسب توجيهات السيد رئيس الوزراء وبإشراف شخصي من السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية المحترم، باشرت كوادرنا، خصصنا لجنة الغرض إكمال هاي الفروقات اللي هي مبالغ متراكمة لأشهر سابقة للي كانت رواتبهم متوقفة، رواتبهم مقطوعة لأسباب يا أما عدم مراجعة يا أما نقوصات في معاملاتهم. فالحمد لله باشرت كوادرنا بعد المراجعة من قبل المتقاعدين تقديم طلب للجنة ينظرون بطلبه، في حالة استحقاق هاي الفروقات يتم درجها ضحايا الإرهاب كمستحقاتهم مدرجة ضمن الحاسبة المركزية وكاملة. حسب إعمامنا السابق من قبل السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية انطلقت ولكن بدفعات على شكل وجبات 20% 20% وحسب الأسبقية لحين اكتمالها. وفي حال تزويد هيئة التقاعد الوطنية نوهت إلى أنه بعد إدراج التخصيصات اللازمة لها راح يعيدون النظر في موضوع هذا 20%. بالنسبة للي مستمر راتبه وما عنده أي إشكالية بالموضوع هذا ما عنده أي مشكلة بالفروقات. يعني إحنا مشكلتنا أنه بس حتى الناس تعرف أنه اللي مشمول بالفروقات اللي كان عنده فترة انقطاع ما استلم راتبه، عنده فترة كانت عنده مشكلة بالراتب وبعدين رجع راتبه يطلب فترة معينة. أما إذا كان راتبه مستمر وما عنده مشكلة راتبه ما توقف فهذا ما يحتاج يراجعنا. ندعو مواطننا الكريم محافظة صلاح الدين عموما خلي يراجع الدائرة بنفسه، كل ما عليه أنه مجرد يقدم طلب ويحضر يم اللجنة، لا نريده ينجر وراء موضوع المغرضين المعقبين، نريده يراجع بنفسه ويشوف إنجاز معاملته بنفسه. مد عبد الرحمن محمود، مدير تقاعد صلاح الدين وكالة.